أهلا بيكم وجولة في مكان. تعالوا معايا في جولتنا الثالثة نروح متحف جير أندرسون في شارع أدري بجوار مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب. المكان عبارة عن متحف بيحتوي على كنوز من كل الحضارات الفرعونية والإسلامية وتحف من بلاد فارس والقوقاز. المتحف كان عبارة عن بيت لسيدة من جزيرة كريت وبيت تاني لسيدة من الصعيد. وفي الفترة من 1930 ل 1935 قررت الحكومة هدم البيتين لعمل توسعة حول جامع أحمد بن طولون. وفي الوقت نفسه قرر الضابط والطبيب الإنجليزي أندرسون شراء البيتين من الحكومة بشرط إنه هيرممهم وإنه هيضع فيهم القطع الأثرية اللي كان بيعشقها. وفعلا رمم البيتين وربطهم بقنطرة ووضع فيهم القطع الثمينة، وأصبح البيت بيحتوي على غرفة دمشقية وغرفة هندية وغرفة تركية وغرفة فرعونية. توفي أندرسون عام 1945 وتسلمت الحكومة المصرية البيتين وحولتهم إلى متحف وأطلقت عليه متحف جير أندرسون. البيت له شهرة عالمية وتصور فيه مشاهد كتير زي فيلم وإسلاماه، شفيقة ومتولي، قصر الشوق، الناظر، سعد اليتيم، ألمظ وعبد الحمود. وكمان صور فيه جيمس بوند فيلمه الجاسوسة التي أحبت. كنت معكم في الجولة أنا مروة صالح، وإلى لقاء آخر في جولة جديدة.